صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفني فيه. النهاردة هنعمل مع بعض الشاورما الفراخ، وهنعمل مع بعض اللفت، هنخلي اللفت، وهنعمل مع بعض بسبوسة، وهنعمل مع بعض زبادي. يعني هنعمل كذا حاجة في فيديو واحد. يعني هنختصر كل حاجة في فيديو واحد، انتوا متخيلين؟ حاولت على قد ما اقدر ان انا اسهل عليكم الفيديو عشان ماخدش منكم وقت. جبت البانيه بتاعي غسلته غسلة كويسة كده، وبدأت ان انا اقطعه. عايزة اقولكم ان انا هقطعه وهرجع اغسله تاني عشان تكونوا عارفين. قطعته كده قطع ما تكونش صغيرة اوي ولا كبيرة اوي، يعني تكون في المعقول. تمام، هنبتدي بقى ان احنا نتبل. هنحط معلقتين من الكاتشب، هنحط معلقتين من الزيت، وهنحط الكيس دوت اللي هو تبع كنوز. هنحط كوباية زبادي. طبعا قلتلكوا على الزيت في الاول خالص، معلقتين زيت كبار. هنحط شوية فلفل اسود، هنحط شوية بابريكا، هنحط شوية كمون، ملح. وهنبتدي بقى ايه، قلب قلب قلب. هنحطه في التلاجة، هنسيبه لمدة 4 ساعات، ويستحسن لو هنبيته احسن. جبت طاسة سخنتها جامد جدا ومحطتش اي مادة دهنية، ونزلت بالشاورما بتاعتي. بعد كده كان معايا عندي بصل جوانح، نزلت بيه وفلفل، ونزلت بيه وغطيته شوية، وغطيت عليه خالص، وبقى جاهز اهو. يلا بقى نعمل الكريب. الكريب ده بيتباع برا عند الناس بتوع الفطير وكده، بيتباع ب25 جنيه الكيلو. كده انا عملت سندوتش، بصوا كده. بس جوزي جه قال لي ايه القرف اللي انتي عاملاه ده؟ لا انا بقى تعالي اوريكي الحلاوه. والصراحه بتاع جوزي اسهل بكتير، وعجبني جدا جدا جدا. والله مش بقول كده عشان يعملهولي كل مره، بس عجبني احسن من التاني بكتير. قال لي بصي كده احسن، وتعرفي تمسكيه في ايدك ازاي، وحاجه صغيره كده وكيوت في ايدك. بص، خليته هو اللي عملهم لي كلهم. وجبت بقى الطاسه بتاعتي، سخنتها جامد جامد، ونزلت بالكريب بتاعي. واول ما حسيت ان هو قرمش شويه كده من ورا، رحت قلبها على الناحيه التانية. يلا بقى بينا نعمل اللفت. مش قلتلكم مش هناخد وقت؟ بس لو لسه بتكملوا معايا الفيديو لحد دلوقتي، اتمنى متنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. عايزه اقولكم بقى ان موسم اللفت، واللفت ال3 كيلو ب10 جنيه. فانا قلت بقى ان انا اجيب اللفت بقى كده واعمل. انا ست شاطره يا جماعه، ما بحبش اجيب اي حاجه من بره، بحب اعمل كل حاجه في بيتي. والله جدا جدا بحب اعمل كل حاجه في بيتي. انا بعرف اربي فراخ وطيور، كنت ربيت وما اشتريتش من برا. باحب أعمل كل حاجة كده بحب جوا بيتي، كده بابقى مبسوطة جدًا. ومعلش ساعات باعمل حاجات وبتبوظ مني، بس لازم كلنا نتعلم. بس بازعل إن الحاجة بتبوظ مني، بس بابقى فرحانة إن أنا باحاول إن أنا أطلّع كل حاجة تبقى طالعة من بيتي أنا. طبعًا كده إيه، عايزة أقول لكم إن دي مَيّة مش لونها عامل كده ليه يا جماعة؟ لإن أنا جبت الليفت بتاعي ونقعته فيها. طبعًا انتم عارفين الطينة اللي بتكون في الأرض، فأنا طبعًا نقعته فيها عشان لمّا آجي أنضفه يكون التنضيف سهل بالنسبة لي. وبعد كده أمّا نضفت كده الليفت بتاعي، غسلت الحوض بتاعي غسلة كويسة جدًا، ونزلت بالليفت بتاعي في الحوض وخليته مفتوح على مَيّة جارية. بعد كده قطعته، وبعد كده بُص حطيته في مَيّة تاني غسلته تاني. وبعد كده باقول لكم بصوا المَيّة بقت نضيفة إزاي، باوريكم يعني عشان إيه ما حدش ييجي يقول لي إن أنا يعني المَيّة كانت وسخة كده ليه. باوضّح بس إن كان فيها طينة كتير جدًا، وكنت عايزاها تطرى عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لي. هنا جبت معلقة شطة ومعلقتين ملح. طبعًا الملح حسب ما أنتِ تضبطيه، حسب الرغبة طبعًا. والشطة تقدري تستغني عنها لو أنتِ مش من عشاق الشطة وكده، بس أنا الصراحة من عشاق الشطة. المهم بقى قلبت في البرطمان جامد جامد كده عشان يدوب. هنا طبعا في العلبة دي مش هعرف ان انا ارج كده، فرحت مقلباه كده كله في الشفشق، ورحت نازلة بيه. هنا جبت بقى بنجر ورحت مقطعاه كده. عايزة اقولكم ان الليفت دوت اول مرة انا اعمله، فعايزة اقولكم انه طلع رهيب رهيب، سهل جدا مش صعب. هنا حطيت بقى زودت ميه، حطيت شوية مية بنجر، وحطيت بنجر وقفلت عليه بقى وطلع تحفة. يلا بقى نعمل بسبوسة. معانا كوباية من السكر، ومعايا معلقة كبيرة من عسل النحل، ومعايا هنا كوباية كبيرة من اللبن. يلا قلب 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 قلب. هنجيب بقى الخليط التاني دوت اللي هو دقيق البسبوسة. هنزل عليه نص كوباية من السمنة، وابتدي ان انا اقلب اقلب فيه، مش اقلب فيه مش اعجنه. بصوا، بعد ما هرست ال- السمنة فيها كويس، وبدأت بقى ان انا قلبته كده ما هرستهوش.
طبعًا دهنت الطاسة الصينية بتاعتي سمنة، طبعًا كان لازم صينية بسبوسة وأنا ما كانش عندي صينية بسبوسة، فالجيش قال لك اتصرّف، فرُحت حاطاها كده. طبعًا عملنا الشربات زي ما أنتم شايفين، مَيّة وسكر ومعلقة من السمنة، يكون الشربات سخن جدًا والبسبوسة سخنة والاتنين ينزلوا على بعض كده زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، لازم يكونوا الاتنين سخنين مننا. عايزة أقول لكم بقى إن جبت هنا كيلو ونص لبن وخلّيته كده غليته وخليته دافي كده لحد ما وصل لدمعة العين كده، كان معايا كوباية زبادي، خدت شوية من اللبن الدافي اللي هو زي دمعة العين كده، وحطيت الزبادي فيه وبدأت إن أنا أقلبه بالشكل ده كده، وبعد كده نزلت بالزبادي بتاعي كده وقلبت ونزلته في الكوبايات زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده جبت بقى صينية لحد ما المية غليت، فتحت الفرن قبلها ب5 دقايق دف الفرن، نزلت بالكوبايات يكون نصها كده مغطيها المية، وقفلت الفرن وفتحت النور وخلاص خلص.